اللقاء الذي يسلب الأنظار ويخطف القلوب ويلغي كل حدث مهم إلى جانبه. المواجهة التي لا تعترف بمعطيات كرة القدم ولا بفارق النقاط ولا حتى بجدول الترتيب. موقعة خاصة تخرج عن المألوف وتغرد بمفردها خارج السرب. العين يستقبل الوحدة في مباراة تتفرد بمعطياتها، تعتبر بوجهة نظر الكثيرين بطولة قائمة بحد ذاتها. فهل هي كذلك؟ نقول مباراة العين والوحدة يعني مباراة يعني قوية، يعني بس اللعيبة جماهيريا خارج الملعب داخل الملعب تحدي يعني بين اللعيبة. بس تعرف الماضي كان الكلاسيكو أقوى من الحاضر يعني، بس نحن كنا يمكن صغار كنا نتمنى نلعب مباريات كلاسيكو، سمعنا عنها يعني كثير، يعني تحديات بين اللعيبة تحديات بين الجماهير. مباراة نفس ما قلت كلاسيكو، الوحدة والعين بغض النظر عن ترتيب الفريقين في كل الحالات يعني تبقى مباراة لها مكانتها للجمهور والجمهور الفريقين يعني. بس بالنسبة لنا نحن مباراة بطولة وتتمنى يعني ان تكون المباراة هذه بوابتنا للدوري ان شاء الله. والدربي الامارات طبعا يعني انا شاركت في اكثر عن دربي، وكل دربي له متعته الخاصة. تعرف ان يعني جمهور الامارات كامل يتابع هاي المباراة، الكل ينتظر هاي المباراة على أساس أنهم يشوفون المباراة هذه، وطبعا دائما تكون مبارياتنا حلوة معاهم. مباراة بالنسبة لي يعني مباراة كبيرة، مباراة تجمع فريقين كبار، كلاسيكو كبير. دائما الواحد يستمتع في المباريات هذه الكبيرة، تكون مباريات مفتوحة، مباريات يعني يغلب عليها الطابع الجماهيري، تكون مباراة يعني متابعينها سواء في الإمارات خارج الإمارات. في عوامل كثيرة تخلي المباراة تطلع بشكل جميل، بشكل يعني الواحد ما يفوت المباراة سواء كان عيناوي ولا وحداوي. نقاط 8 تفصل بين طرفي اللقاء المرتقب، لا تعني شيئا في مواجهة تختفي معها كل الفوارق التكتيكية كانت أم حتى النقطية، ويتبخر معها فارق المراكز لتظهر فقط روح التحدي ونكهة الكلاسيكو بين خصمين يرفضان الخروج إلا مظفرين بانتصار يعني لهما أكثر من مجرد نقاط 3. تفوز على الوحدة أنت يصير الفارق 5 نقاط، 5 نقاط، أنت عندك 12 نقطة، ما في شيء مستحيل. يعني بالعكس هذه الفكرة اللي موجودة، هاي الأشياء اللي قاعدين إحنا نتكلم فيها، والأشياء اللي مزروعة في فكر اللعيبة. أهدافنا واضحة فيها، والأهم شيء إن إحنا 3 نقاط، هذا أهم شيء عندنا يعني. هي قمة من نوع آخر، لها معنى مختلف في قلوب المحبين أو اللاعبين، والفوز فيها له وقع خاص تتغنى به الجماهير من موسم إلى آخر. فمن سيخطب ود الكلاسيكو ويهدي محبيه عيدا يحتفلون به؟